شيعي بس بسألك سؤال. صديقي السني سألني اياه مو عارف اجاوبه. يلا تفضل. سألني صديقي قبل شوي سؤال وقال لي لو طلع السنة يوم القيامة انه صحيح وانتوا اللي غلط شنو راح يكون موقفك؟ شنو اجاوب عليه؟ معناته القرآن خطأ ومعناته الأنبياء كذوبة، يعني إذا طلع فعلا هذا صحيح معناته إذن هذا القرآن هو كان يخدعنا، إذن هو ليس من عند الله، لأن هو قال الذين يؤذون الله ورسوله ملعونين، وإحنا نقول لين هاي ثبت أنه ناس تلعن رسول الله فنحن إذن نلعنهم يا أيها القرآن. فنقول إذن هذا الكتاب اللي جا مو مالك، انت شلون وديت لنا كتاب يحكيك وقلت لنا الوضوء مسح واحنا مشينا عليه، وقلت لنا الانبياء يرثون ومشينا، وقلت لنا الخلافه انا اخليها مو الناس، وعد الله منكم الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، فانت قلت احنا نستخلف، فاذا هذا الكتاب مالك لو لا ايها الاله؟ اذا قال مالي قل له احنا نحتاج عليك، هاي انت قلت ناظرك تعال، واذا قال مو مالي قل له عاد احنا وين هذا اللي وصل لنا وهذا اللي اتفقت عليه الامه والمسلمين بالثواب. مو هو معانا بالبث الحين يبغى يقتنع ان الشيعة هم الصح وهم اللي غلط. خليه يجي يصعد، انا راح اخليه هو بدون ما اشرح له، راح اخليه هو يختار المعتقد الشيعي، بس خليه يصعد. وهي بنية تستحي اتوقع ان تدخل يعني معانا بالبث. ما ادري هي بنت، خليها بوجودك اذا دقيقة بوجودك انت ابقى، ويعني ماكو مشكلة احنا ما نخليه يسولف هواي. بث بس ان تبغى تسمع يعني منك الكلام اللي يقنعها ان الشيعة هم الصح. يعني ما السؤال مهتم، انت لازم السؤال ببالها، يعني يمكن لك عرقله ببالها، فهي شنو سؤالها مثلا اذا تتواصل وياك قل لها شنو سؤالك وانا احكي. سامعني؟ يسامعك. تقول ان النبي قال ان لازم الصلاة مكتف الايدي يعني. لا مو صحيح. طيب سنجيب. أول بداية أخونا العزيز، قبل النبي لا يجي لعالم الدنيا، يعني قبل النبي ب6000 عام كانوا اللي يعبدون الأصنام يتكتفون للأصنام، وبالدليل كتبوا سنة وشيعة كتبوا صلاة الأصنام، راح تطلع لكم اللي يعبدون الأصنام إله السومني كانوا يتكتفون. فالله حينما بعث النبي ليهدم الأصنام كفكر ومنهج وكأصنام كحجر. زين، فالنبي هدمها منهجا ما يقبل التكتف وهدمها كحجر. زين، وين النبي اصلا هو قال تكتفوا؟ لا، امير المؤمنين علي في كتب السنه يقول صلى علي في معركه صفين الصحابه باوعوا قالوا لقد ذكرنا علي بصلاه رسول الله لا كنا نصليها. اذا الصحابه على صلاه يصلون وعلي كان يسبل، والقران يقول فاستقم كما امرت. زين، فإذا السنة على حق مثلا قضية التكتف، فلماذا فرقة كاملة من أهل السنة تعدادهم ما يقارب 400 مليون اليوم تعدادهم يسبلون مثل الشيعة، وهم المذهب الإمام مالك، وهم أهالي الأمارات تقريبا أغلبهم أمارات، حتى رئيس الإمارات يسبل مثلنا. إذن الشيعة تسبل وفرقة سنية كاملة تسبل ويانا. زين، هاي هم فرقة سنية وهم يترضون على عائشة ويتبعون ويسبلون مثل الشيعة وهم فرقة كاملة. طيب شلون هنا نحن وين نروح؟ فالإسبال، ولهذا تسأله أنت عندما تقف أمام الضابط أو قاضي تقف متكتف أو مسبل؟ الإسبال يدل على حبك والاحترام وتخشى الناس، والله حق وأن تخشاه. فالإسبال في محضر الله يدل على التسليم المطلق لله تبارك وتعالى، أنا مسلم لك بكل جوارحي. فالتكتف جاء فيها عمر بن الخطاب حينما أسر بلاد فارس ورآهم متكتفين فقال سنجعل هذه الصلاة بين يدي الله، ولا يقر بها النبي ولم يقل بها النبي أبد. بعد شنو السؤال الثاني؟ تمام جاي اسمعني تفضل. رحم الله والديك شيخ علاء، بيض الله وجهك، ما قصرت حبيبي. بعد شنو عند السؤال؟ اكو سؤال لو بس؟ لا بس خلاص الله يرحم والديك ما قصرت. بعد هي خليها تطلع، هي خليها تقول انت هسه راح اسالها انا اسئله، هي راح تجاوب بقلبها. ايتها الاخت تحب تعبدين اله محدود لو غير محدود؟ تقول لك غير محدود، هذا اله الشيعة، لان اله السنه محدود، له طول ولا وزن ولا عرض ويصعد وينزل وعنده يدين وعنده رجلين وعنده بطن وعنده ذراع وعنده صدر كما جاء، بل هو شاب امرد كما جاء في كتب السنه والجماعه. هل تحب تتبعين نبي يعني تحب تتبعين نبي طاهر مطهر لو نبي غير طاهر؟ اكيد يقول لك نبي طاهر مطهر، وهذا معتقد الشيعة ان النبي طاهر مطهر، ابوي من اهل الجنه، صاحب خلق رفيع. اما النبي في كتب السنه ابوي نجسين لانهم مشركين، والنبي يبول واقفا في الزبل، والنبي عندهم يصلي وهو مجنب، والنبي عندهم يحرف كتاب الله والعياذ بالله كما جاء في صحيح البخاري الله يقول وما خلق الذكر والانثى، النبي يحذف كلمه وما خلق ويجعل الذكر والانثى.
وبعد هواي امور انحرافات مو طبيعيه في كتب السنه والجماعه. اما التوسل الى الله بالاولياء الصالحين خافت تقول لك موجوده في كتب السنه. عائشه تقول اتخذوا من قبر رسول الله وسيله. النبي محمد في كتب السنه توسل الى الله بادم وقال يا ادم كيف، او ادم توسل بالنبي محمد قال يا ادم كيف علمت بمحمد ولم اخلقه محمد. الله يقول في كتب السنه. في المستدرك الحاكم النيسابوري قال الهي لما خلقتني رايت انه اسمه مقارب لاسمك على عرشك فعلمت انه افضل الخلق اليك. فروايات تعريف القرآن في كتب السنة 500 رواية في تحريف القرآن في كتب السنة والعياذ بالله يطعنون بالقرآن الكريم. صوم العاشر من محرم بدعة جاءت من اليهود. هاي أيضا عقيدة التوحيد الله عنده إيدين وهاي من اليهود. الله له صورة من اليهود. الله جالس على عرشه وحول 4 حيوانات رواية في كتب السنة صحيحة جاءت من اليهود. الوضوء مخالف للقرآن. الله يؤمر في القرآن المسح وهم يغسلون. وهواي انحرافات في كتب السنة. طيب شيخنا عندها هي مشكلة بأن الشيعة تقول أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا ولي الله. نعم ليس فقط علي ولي الله، إذا هي مؤمنة هي ولية لله. أنت ولي لله. الله يقول في القرآن أولياء الله إن الله ولي الذين آمنوا. الله يقول في القرآن هو المؤمن ولي الله. حينما نقول هذا ولي صالح ولي لله، نعم حينما يقول القرآن أولياء الصالحين أو أولياء الله، نعم فكلمة ولي ما فيها إشكال. ورسول الله نقل هذه الولاية لعلي بن أبي طالب. الولاية لله، تنتقل الولاية من الله إلى النبي. يعني رب عندك ولاية، طيب أنا أطيع من؟ قال الولاية طاعة النبي، أنا معطي الولاية له. زين النبي محمد إلمن أعطي الولاية؟ أعطاها لعلي. من كنت مولاه أي من كنت أنا ولي عليه وصاحب انقياد وطاعة فعلي مولاه. فعلي الله يقول إنما وليكم الله. الله وليكم أيها المؤمنون. بعد ورسوله والمؤمنون يا هم المؤمنون. في كتب السنة والشيعة نزلت في حق علي بن أبي طالب حينما صدق في الخاتم نزلت هذه الآية. فقلت يا جبرائيل من هذا الولي؟ أنا ولي الله. افتهمت والله ولي المؤمن. طيب من المتمثل بالمؤمنون؟ قال اذهب إلى المسجد ستجد هنالك شخص. يقول فدخل النبي فرأى علي بن أبي طالب يصلي ويصدق. قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. زكاة بخاتمه في حالة الركوع. فالولاية لله كما الطاعة لله انتقلت للنبي، وكما الطاعة للنبي انتقلت لولاة الأمر وهم الخلفاء الصالحون النجباء. أطيعوا الله. طيب وبعد الله عز وجل وين انتقلت؟ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الولاية. رحم الله والديك شيخنا ما قصرت. الله يبيض وجهك. الله يعزك الله يحفظك. من والسلام. بعد عندكم شيء لو خلص؟ لا الله يعطيك العافية ما قصرت. أهلا وسهلا. حياك.